أنا محمد طارق ومعايا رحمة الأبنودي. بندور على الحقيقة في كل حكاية. الحقيقة لازم تتشاف. الحقيقة لازم تتشاف. في حاجات بتعدي قدام عيوننا كل يوم، بنشوفها وبنحس إنها مش طبيعية، بس عقلنا بسرعة بيخترع مبرر علشان يحمينا من الخوف. بنقول لنفسنا ده مجرد خيال، دي تهيؤات، بس الحقيقة دايما أعمق بكتير من المبررات دي. والحقيقة دي تحديداً مش دايماً مريحة، وساعات بتكون مرعبة، بس مهما حاولنا نغمى عيوننا عنها بتفضل موجودة ومستنية اللي ينبش وراها. أهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست الحقيقة لازم تتشاف. معكم محمد طارق ورحمة الأبنودي. والنهاردة احنا مش جايين نحكي قصة عادية، احنا جايين نفتح ملفات قفلها الخوف ونشوف الوش التاني لظواهر كلنا عشناها أو سمعنا عنها بس خوفنا نصدقها. رحمة، لو سألتك إيه أكتر حاجة ممكن تخلي الإنسان يشك في سلامته العقلية؟ يعني أعتقد لما يشوف أو يسمع حاجة والناس اللي حواليه يقولوا له مفيش حاجة. الإحساس بالوحدة وسط الخوف دايما مرعب. بالظبط، ومن هنا بتبدأ حكايتنا النهاردة. هنتكلم عن ظاهرة مثلا بيوت الطاقة السلبية، أو الأماكن المنسية اللي بتتحول المغناطيس لأمور مش طبيعية. في الصيف اللي فات، وتحديدا في واحدة من الضواحي القديمة، بدأت تظهر بلاغات غريبة لشرطة النجدة. بلاغات كلها بتشترك في حاجة واحدة: أصوات مجهولة وتغير مفاجئ في درجات الحرارة في بيوت معينة وبدون أي سبب علمي. وكمان الأغرب يا محمد إن البلاغات دي لما كانت الجهات المختصة بتروح تعاين ما كانش بيبقى فيه أي أثر مادي. الشكوك كلها كانت بتروح لتهيؤات جماعية. بس هل فعلا في حاجة اسمها تهيؤات جماعية تخلي شارع كامل يشوف نفس الخيال في نفس اللحظة؟ وإحنا في الحقيقة لازم تتشاف، مش بنكتفي بالظاهر. تواصلنا مع حد من سكان المنطقة دي، وهنسميه أحمد علشان رغبته في عدم ذكر اسمه. أحمد حكالنا عن ليلة كانت السبب في إنه يسيب بيته فورا. واحمد بيقول ان في يوم الساعة كانت 2 بعد نص الليل لقى شاشة التلفزيون اشتغلت لوحدها، ومش على قناة عادية، دي كانت جايبة شاشة مشوشة وبصوت وش عالي جدا. لما قام يفصله حس ببرودة شديدة في الغرفة، برودة لدرجة ان نفسه كان بيطلع زي البخار. وللعلم كنا في عز الصيف. ومش بس كده، أحمد وهو بيحاول يشد الفيشة لمح في انعكاس الشاشة المظلمة حد واقف وراه، حد ملوش ملامح واضحة، بس تفاصيل حركته بتقول إنه مش من عالمنا. طبعا في ناس دلوقتي بتقول طب ما يا جماعة ده سيناريو فيلم عربي كلاسيكي، بس احنا دورنا هنا هو التحليل. لما بحثنا في تاريخ الأرض اللي مبني عليها الشارع ده اكتشفنا مفاجأة صدمتنا احنا شخصيا. الأرض دي يا جماعة قبل ما تتبني في السبعينات كانت عبارة مثلا عن مقبرة قديمة غير مسجلة، أو مكان حصلت فيه حادثة غامضة اختفت فيها عائلات بالكامل. الأبحاث التاريخية بتقول إن المكان ده شهد طقوس أو أحداث سابت أثر طاقي ملوش تفسير، غير إن المكان رفض السكان الجدد. وهنا الميزة في البودكاست بتاعنا، احنا مش بنخوفكم، احنا بنحط عيونكم على الحقيقة. العلم بيقول ان الطاقة لا تفنى، واذا كانت الطاقة دي ناتجة عن خوف شديد او احداث عنيفة بتفضل محفورة في جدران المكان وبتظهر على شكل ظواهر بارانورمال فوق طبيعية للناس اللي حواسهم حساسة. يعني الموضوع مش مجرد عفاريت في بيت مهجور، الموضوع إن المكان ده بيبث موجات وترددات العقل البشري بيترجمها لصور وأصوات مرعبة. الحقيقة هنا إن الماضي ما بيموتش، هو بس بيستنى الوقت المناسب علشان يظهر تاني. وفي نهاية حلقتنا دايما بنقول الخوف الحقيقي مش من الحاجات اللي بنسمع عنها في الضلمة، الخوف إننا نرفض نشوف الحقيقة وهي واقفة قدامنا في النور. بصوا حواليكم كويس، ركزوا في التفاصيل الصغيرة اللي بتحصل في يومكم، لأن يمكن تكون الحقيقة الجاية بتدور في بيت حد منكم. شاركونا بآرائكم وتجاربكم في الكومنتات. هل عشتوا تجربة شبه دي قبل كده ولا لأ؟ كنت معاكم محمد طارق.
ورحمة الأبنودي، واستنونا في الحلقة الجاية لأن دايما الحقيقة لازم تتشاف.